السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي وكيف ايرور بالعقل. ما حد عارف يتوقع، كبار يتعثرون وصغار يتألقون، وصدمة للناس بعد العشم الذي كنا فيه. طولنا بالمقدمة، خلونا نبش. ضعيف. المنتخب الهولندي انفضح يا شباب. لا كاس العالم هذا مجنون. ورغم التعادل إلا أن المنتخب الإكوادوري قدم أجمل مباراة في تاريخه، لولا الحظ إن الفوز من نصيبه. رغم الخسارة إلا أن المنتخب القطري قدم مباراة أفضل من المباراة الأولى. المنتخب القطري دخل بجرعة الشجاعة، ولكن انصدم بالمنتخب السنغالي الذي شرب من نفس الجرعة. المنتخب السنغالي دخل في عقله شيء واحد، الفوز ولا غيره، وهذا الذي حصل. اتقدم بالهدف الأول وبعدين عزز النتيجة، وبالوقت الذي شد المنتخب القطري يسجل هدف تقليص النتيجة، المدرب شمة حامية رجم بكل اللاعبين للوسط وقال لهم دبروا انفسكم، اريد الفوز. وصدق جاءت رصاصة الرحمة وانتهت النتيجة بفوز المنتخب السنغالي. بأداء غريب تونس تنتزع الهزيمة بجدارة. هو تقريبا تونس نقلت الرادار من السعودية إلى قطر، فتخلبطين الأوراق. من مميزات المنتخب التونسي طبعا إنه بطيء جدا واللياقة صفر. أستراليا لعبت معاهم حرب نفسية وانتصرت. اتعشمنا كثير وجاءت بوجهنا. كاس عالم العجب. انجلترا تعجز بعمل شيء في مباراتها ضد امريكا، والاكثر عجب ماجواير تحول. هذا ماجواير عمل مباراة قوية، واعتقد لولا ماجواير ان انجلترا في اللوبي. وانتهت المباراة بالتعادل. المنتخب الذي اخذ على راسه 6 في اول مباراة رجع خرج الضبحة كلها فوق ويلز. الفريق قدم مباراة قوية وما يئسوا، والهدفين كانوا في اخر دقيقة في الوقت بدل الضايع، وفوز مستحق لايران. شفت لما تكون عامل شغل تمام ويجي زميلك يترقي بدلك؟ هذا حال المنتخب السعودي. كان الأفضل والأقوى، ولكن الخبرة تفرق كثير. الهدف الأول جاء على غفلة، والثاني خطأ من المدافع، وليفا ما رحم. وبالرغم إنهم ضيعوا ضربة جزاء، ولكن والله أعلق وصبتم، والله أعلق وصبتم. شباب شدوا الهمة، لسه في أمل. فرنسا أول المتأهلين لدور ال16، ويكسر عقدة خروج البطل من دوري المجموعات. بالرغم ان فرنسا تمردغت في المباراة، ولكن في لاعب مثل مبابي يخلص الامور. علامات استفهام على المعاناة الذي عاشها المنتخب الفرنسي. فترة ضعف ممكن يستغلها اي فريق في دور ال16. ميسي يقود الارجنتين للفوز في مباراة صعبة. المكسيك يا اخي فريق غثيث، متمترسين امام المرمى. تقول خنادق بالحرب العالمية الثانية، حصار ابن ابو كلب. وما كان الا ان يتضرع على الارجنتينيين لان منتخبهم بيض. وهنا ميسي شاف خصق بين اللاعبين وندع على الوسط، وهدف اول للارجنتين ويعزز النتيجة. بعدين لاعب مش عارف من هو، بس انه منهم فازوا. خلاص يا شباب، اخيرا شفناه. تسلموا ما قصرتوا.